أهلين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. تعالوا مع بعض حندير معاكم خبزة خفيفة ولذيذة ومحشية بالجبنة من الداخل. واستخدمت دقيق المروة متعدد الاستخدام، وحطيت عليه جميع المواد الجافة حنكتبها لكم. طبعا تقدروا تلغوا وتقدروا تزيدوا الحاجات اللي انتم تبوها. حطيتهم في العجانة ونبدأ نضيف عليهم في المواد السائلة. أنا ضفت حليب بس، تقدروا انتم تضيفوا حتى مية عادي. وضفت عليهم زيت الزيتون، والوصفة هذه تبي زيت زيتون كويس. خليتها تعجن لمدة دقيقتين، بعدين خديتها وخليتها تتخمر عندي تقريبا لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة. بعد ما تخمرت عندي هنا عندي بصل كرملته وضفت عليهم هنا معدنوس وكزبر، وحطيت عليهم زيتون. وحنرجع نخليها تعجن مرة تانية لمدة ما بين 5 إلى 6 دقايق لعند ما تلتم عندي العجينة كويس، والزيتون يخش الداخل في العجينة. خلاص بهيك جاهزة عندي. طبعا القوام يكون ستيكي ورطب شوية. حنرجع نخليها تتخمر عندي للمرة التانية، وهذه أهم نقطة يا بنات، إنها تتخمر عندكم العجينة كويس. طبعا استخدمت جبنة حوا موتزاريلا، قصيتها بهذه الطريقة مكعبات. تقدروا تبشروها وتحطوها في وسط العجينة، لكن أنا فضلت الطريقة هذه أكتر، خصوصا لأن أنا حنديرها في قوالب المافنز. ادهنت القوالب متاعي بشوية زبدة، وهنا اخدت شوية من العجينة وحطيت 3 مكعبات وقعدت نسكر فيها بهذه الطريقة. طبعا ماذا بيكم إيديكم تدهنوهم بزبدة أو بزيت زيتون. حطيتها في القالب وقعدت نسوي فيها بهذه الطريقة. مجموعة ضفت عليهم تشيري توماتو اللي هو الطماطم الكرزي، وخليتها تتخمر لمدة ربع ساعة. طبعا دخلتها للفرن على درجة حرارة 200، يكون الفرن مسبق التسخين من فوق وتحت لعند ما تطيب عندي، وتاخد تقريبا من 20 إلى 25 دقيقة، ما تعطلش أكتر من هيك. طلعتها وخليتها طبعا تبرد شوية، ولكن قبل ما تبرد دهنتها بزيت زيتون ومعاها شوية زعتر باش تولي رطبة عندي. طلعتها من القالب، وزي ما تلاحظوا تبارك الرحمن، لون وطعم وقوام جديات خرافية مع طاسة شاهي نعناع. طبعا حاجة جديات لازم تجربوها يا بنات، خصوصا توا هيك في العشية وجاي الشتا، فهذه وصفة شتوية بامتياز. وصحتين وعافية عليكم.